السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني من اخر فيديو كنت بقدمه معاكم. او يا مساء الفل او يا مساء الهنا او يا مساء السعادة عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير جدا 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 جدا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله جايه لكم النهارده بروتين جديد وجميل باذن الله. ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، انا وكل السامعين وكل حبايبي في كل مكان. طبعا بقى كده يا حبايب قلبي، عملت روتين كده بسيط في اوضه محمد ابني. ما شاء الله. مسكت بقى السرير كده رتبته له، وطبعا المفرش ده كان نظيف، فرتبت له كده السرير. وطبعا عملت المفارش دي لان بيبقى يتغطى بيها هو واخوه بالليل. الجو طبعا يا بنات بدأ يبرد يا حبايب قلبي، خلاص داخلين على الشتاء وروايح الشتاء والايام الجميله. وخلاص بقى كل سنه وانتم طيبين بقى يا حبايبي. طبعا بقى قلت برضو كده روق له المكتب بتاعه والهدوم بقى اللي هو قلعها واخواته. وطبعا الترابيزه اللي هناك دي كده في جنب المكتب دي، طبعا اللي كانت في الصاله بره يا اخواتي. عملتها كده للشنط بتاعتهم. ولما يكون عندي مثلا خدديات زياده او كده برصها هناك كده، او مثلا مفارش حاجات زي دي فاهميني. فالمهم يا اخواتي بقى شلت الكتب بتاعتهم كده، والحاجه طبعا اللي هو محتاجها حطيتها له في مكتبه. وشلت الكتب كده وقلت امسح برضو كده المكتب ليه، والمكتب نضيف يعني. بس روقت له كده المكتب، ورصيت بقى الكتب بتاعته زي ما هي هو واخوه. رصيت كده كده الكتب زي ما هي. يا اخواتي بصراحة يعني الأوضة طبعا روتين خفيف كده. وهنعمل برضو مع بعض غدا النهاردة ان شاء الله. هنعمل غدا طبعا كده مع بعض ان شاء الله. كده خليكم معايا لاخر الفيديو حبايبي، وشاهدوا كده الفيديو للاخر. واللايك بتاعكم الجميل فضلا وليس امر، والكومنت الحلو منكم يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا جبت المقشه كده وقلت اكنس برضو كده الاوضه كده اروقها. طبعا لان انا لسه ما فرشتش الاوض، بس انا فرشت الصاله، لان طبعا كان بابا عندي. ففرشت طبعا الصاله، وكنا طبعا قعدتنا كلها بقى طبعا في الصاله وكده. بس بصراحه الاوض لسه ما فرشتهاش. فكنست يا اخواتي كده الاوضه، خلتها كده شمعة منورة يا حبايبي. خلتها كده فل وشمعة منورة. يلا حبيبة قلبي، هاتي كده كوباية المسكافيه بتاعتك، او كوباية فنجان القهوة، او كوباية الشاي، وافتحي على قناة يومك احلى مع ام محمد، وان شاء الله هتطلعي من الفيديو بكل طاقة ايجابية باذن الله. طبعا ده منظر الاوضة بعد ما خلصتها. طبعا عاوزين برضو المروحة دي نمسحها كده ونعينها بقى خلاص. دخلت طبعا بقى كده على المطبخ. كان عندي بقى شوية مواعين كده خفاف. طبعا بقى كنت في اليوم ده قبل ما اصور كان محمد كان جايب لي كشري وهو جاي. كنتش طبخت بصراحة في اليوم ده. فكان بابا بقى مشى الصبح، كان مشى هو الصبح. وقلت بقى للولاد نقضي بقى اي حاجة، وهات لنا كشري يا محمد وانت جاي وخلاص. فجاب لي كشري بقى بصراحة كسلت بقى ان انا اروق المطبخ على بيات. فقمت بقى كده الصبح قلت كده نستعين بالله كده ونصلي على الحبيب كده ونستعيذ بالله كده، ونقوم كده نشطب دنيتنا ونروق دنيتنا كده ونحضر الغدا ليهم وكده. طبعا بقى لميت الحاجة اللي انا مش محتاجاها بقى. جبت شنطة كده او كيسة ولميت بقى فيها بقى الحاجات اللي كانت في الحوض. طبعا انا كنت مطلعه هنا في الحله اللي هناك دي، حاطه فيها لحمه. كنت جايب بابا كان جايب لي لحمه وهو جاي، ربنا يخليه لي يا رب ويبارك لي فيه. وكنت انا طبعا طلعتها من التلاجة من الفريزر، كنت فكاها من على بيات. فطبعا بقى قلنا بقى نغسل شويه بقى الكوبايات والاطباق والحاجات دي ونبدا بقى الغدا بتاعنا يا حبايب قلبي. ما تنسوش بقى تصلوا على الحبيب المصطفى في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واللايكات بتاعتكم الحلوه يا اخواتي، والاشتراك في القناه فضلا وليس امر. المهم يا اخواتي بقى، كانت طبعا البوله دي كانت انا طبعا البريل اللي كان عندي بقى مش في البوله دي خلصان. غسلتها كده وحطيت فيها شويه ميه، وجبت حبه بريل كده جداد. وطبعا بقى البريل ده جميل جدا يا بنات. البريل ده ما شاء الله عليه
بيرغي وما شاء الله حلو قوي، حلو قوي 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 يعني. انا بحب بصراحة البريل اللي بيرغي. طبعا ده كان هاني ابني كان بيقول لكم حطوا اللايك. طبعا كده ايه، مين زي بقى كده ايه بيغسل طبعا كده الاطباق ويحطها على جنب وفي الاخر يشطفها؟ مين كده زيي؟ يعني في ناس بتغسل الاطباق اول باول، يعني لو غسل الطبق مثلا، لو هي مثلا عملته يعني بالبريل وكده بتغسله على طول. لا انا بقى ايه بحط على جنب كده وبعدين بقوم غاسله وارجع تاني اجيب غيره برضو وايه واغسل، فاهميني؟ غسلنا بقى الكوبايات الاول والمعالق، الحاجات الرفيعه بنغسلها الاول يا بنات، اللي هي بقى الاطباق والمعالق والكوبايات والحاجات دي بتتغسل طبعا في الاول. انما بقى الحلل والحاجات دي طبعا بتبقى في الاخر، فاهميني؟ ما شاء الله، شايفين بقى البريل يا بنات؟ ما شاء الله على البريل، بيرغوا جميل جدا. انا بجيب نوع البريل اللي هو بالليمون، بيخلي ريحتي كده الحلل والاطباق والحاجات دي جميله قوي. انا كنت زمان الاول بغسل بالصابون اللي هو الاسمر، لو تعرفوه. بس بصراحه البريل ده جبته ما شاء الله بغسل بيه كل حاجه، وجايباه طبعا كده بريحه الليمون جميل جدا. هنعمل بقى الغدا معاكم النهارده يا حبايب قلبي. عايزه منكم بقى تشجيعات من النار، تشجيعات كده لاختكم ام محمد كده. إيه، وقفوا جنبنا طبعا. وبشكركم جدا جدا لكل اخ او كل اخت دخل معايا في القناه جديد. اهلا وسهلا بيكم، ونورتوا وشرفتوا عند اختكم. وطبعا بشكركم جدا على الكومنتات بتاعتكم الحلوه. ربنا يفرح قلوبكم يا رب ويسعدكم، وربنا يتمنى لكم كل شيء تتمنوه، ربنا يحققه لكم ان شاء الله يا حبايبي. طبعا بقى كنت هنا بقى ايه، خلاص خلصت بقى كده غسيل المواعين. بس بقى ايه، كنت المقلاة دي يعني كنت حاطة عاملة فيها يعني في قشط بقى فيها بيض للولاد، كانوا جم من المدرسة، ما كنتش لسه انا طبعا طبخت، ما كنتش يعني حضرت الغدا لسه. فعملت لهم بقى ايه بيض وجبنة وشاي ويعني ايه وعيش وكده، اكلوا حاجة كده خفيفة على ما انا ايه، على ما انا طبخت. ما شاء الله الاكل ما غابش مني والله بصراحة. ما شاء الله ما شاء الله، اللحمة كانت جميلة واستوت بسرعة. وكمان اللحمة انا ما تحبي يعني ما تحبي تخلي اللحمة تستوي معاكي بسرعة، إيه، تحطي نطرة سكر صغيرة، حبة سكر صغيرين خالص، وتحطوهم في اللحمة. طبعا بقى غسلت الحوض بقى، شايفين بقى الرغاوي، شايفين يا اخواتي الرغاوي يا ولاد؟ طبعا بقى ايه غسلت طبعا كده الحوض والبلاط طبعا اللي حوالين الحنفية ده، غسلته برضو كده، لان طبعا بيبقى يعني إيه بيعمل يعني في حاجات كده من الصابون مطرح الغسيل وكده طرطشه يعني. طبعا رخامة الحوض بتاعتي دي بصوا يا ولاد، بصوا وحشة جدا جدا بصراحة. طبعا كنت انا هنا في التليفون بقى ماسكة التليفون في ودني، كنت بكلم اختي، كنت بكلم اختي والله في التليفون. لازم كل يوم تكلمني، ربنا يخليها يا رب ويبارك فيها. فالرخامة بتاعت الحوض بتاعتي دي يا بنات بجد نوعها طلع مش حلو خالص، من النوع اللي بتبقع بسرعة وبتصفر، وبصراحة مش عجباني بصراحة. بس يلا هنعمل ايه بقى. جبت طبعا كده الحلة بتاعتي، طبعا هي كانت مغسولة بس انا قلت برضو كده ايه اشطفها برضو تشطيف كده، يعني برضو نطمئن كده، لان ده اكل يا اخواتي وطبعا هنتحاسب عليه. لازم نبقى يعني ايه الاكل ده ولادي اللي هياكلوه واحنا هناكله، فلازم يكون فيه ايه نضافة شوية في الحاجة. طبعا جبت بقى اللحمة، مليت الأول الحلة مية وحطيتها طبعا على النار كده لما تسخن معايا، وبعدين بقى غسلت اللحمة وشطفتها تشطيف حلو كده، وغسلتها غسيل حلو. وبعدين لما المية طبعا يا حبايبي سخنت معايا، نزلت طبعا باللحمة. اللحمة دي لها طريقتين في الطبيخ، يعني في ناس بتمسك اللحمة دي قبل ما بتسلقها، يعني بعد ما تغسلها كده
تجيبي الحله وتحطي حبه بتحطي حبهان ومستكه وتلوح اللحمه فيها، في ناس بتعمل كده تمام، وتلوح اللحمه فيها وبعدين تنزل بالميه، وفي ناس بتسخن برضو الميه بتاعتها وتنزل فيها البصل والطماطم والحاجه بتاعتها وبعدين تنزل اللحمه. انا فعلا الفكره دي كنت انا عاملاها لكم في فيديو قبل كده الطريقه دي. المره دي بقى قلت لا، يعني اعلم اخواتي وحبايبي كده وبناتي الحلوين اللي لسه بيبداوا الطبيخ كده. جربت معاكم بقى ايه ان انا احط ايه الميه تسخن وانزل طبعا باللحمه واشقط الايه الرغوه بتاعتها او الريم بتاعها، فاهميني؟ طبعا لما بتعمليها قصدي لما بتعمليها بالحبهان والمستكه وبتنزليها في والحله سخنه، طبعا بتقوم راحه واخده الصدمه، ما بتعملش معاكي رغوه، فاهميني؟ فسبحان الله كل واحد وله ايه وليه طريقته. طبعا قشرت البطاطس وعملتها بقى يعني ايه شرايح شرايح كده. هنعمل بقى ايه شويه بطاطس حلوين كده طبعا إيه جنب اللحمه كده. قطعت بقى الطماطم وجبت الخلاط ونفرم بقى الطماطم ونجهزها كده يا اخواتي. والله يا بنات كانت الاكله حلوه قوي بصراحه، بالف هنا بالف هنا اللي اكل. فرمت طبعا كده الطماطم وجهزتها، وطبعا جهزت البطاطس قشرتها وخرطتها. وطبعا كانت اللحمه ميه اللحمه كانت لسه ايه بتسخن على النار، طبعا سخنت اهي. بعد طبعا يعني ما غلت كده غلوه نزلت طبعا بالايه يا اخواتي باللحمه. هسيبها بقى لما الريم بتاعها يطلع وبعدين ايه اقشر طبعا الريم بتاعها او الرغوه بتاعتها. جبت بقى البصل وقشرته. انا بحب البصل جدا كتير في الشوربه. طبعا البصل لما بيكون كتير في الشوربه بيسكر الشوربه معاكي، بيخلي الشوربه ما شاء الله مسكره وجميله. طبعا انا ما بجيبش اللحمه اللي من بلدنا من شربين، بصراحه ما بجيبش اللحمه اللي من هناك. كل حاجتنا من شربين، حتى لو كشفت او اي حد من ولادي تعب بروح شربين اكشف برضو في بلدي هناك بصراحه بامانه الله يعني. غسلنا بقى الحاجه بقى اللي كانت الصينيه اللي كان عليها اللحمه. طبعا ده كان الريمه اهو يا حبايب قلبي او الرغوه زي ما بتسموه. قشرت بقى كده ايه الريم بتاعها ونزلت طبعا بالبصل، ما شاء الله كنت عامله كميه بصل حلوه. وبعدين بالورق اللورا وشويه فلفل اسمر، وطبعا 3 فصوص حبهان و3 فصوص مستكه. طبعا ما تكتريش مستكه لان بتمرر، لو كترتيها بتمرر الاكل. ونزلت طبعا كده بطماطم، يعني 3 حبات طماطم كده. انا ما بفرمش طماطم للحمه او للفراخ، انا بعمل الايه الطماطم كده بقشر يعني بمسكها كده اقسمها نصين واحطها في الشرب. كنت جايبه بقى حله تانية ايه قطعت بصله كده بشرتها، طبعا دي طبعا كان اللحمه بشرتها كده يا اخواتي. وايه وهنزل طبعا ايه بالبطاطس كده تاخد تلويحه كده مع البصل، نلوحها كده مع بعض. وبعدين ننزل طبعا بالايه بالطماطم. هننزل بقى طبعا بالطماطم وننزل بالتوابل بتاعتنا الحلوه، فلفل اسمر كمون 7 بهارات وملح ونطرة سكر عشان ما تعملكيش حموضه. الصلصه بتاعت الطماطم ما تعملش معاكي حموضه، فاهمني؟ بتشيل الحموضه. وبعدين نغطيها بقى ونزودها شويه ميه ونغطيها. جبت طبعا الرز، حبايبي واخواتي اللي بيقولوا يعني ايه تنقية الرز، قلت لازم انا اصور معاكم وانا بنقي الرز. اي والله يا بنات. طبعا جبت بقى الصينيه كده وجبت حبه رز وقلت انقيهم كده وايه وبعدين اغسلهم بقى. طبعا الرز بتاعنا البلدي اللي هو البلدي بتاعنا اللي هو بتاع الفلاحين، طبعا لازم بيتغسل، بنغسله كده بيبقى يطلع منه كده يعني ايه ميه كده، فاهميني؟ لازم الرز يتغسل لما تكون ميته تكون بيضه عشان الحبات الرز تطلع معاكي بيضه. لو ما غسلتوش حلو بيطلع الرز معاكي مغمق، ما بيكونش كده لونه ابيض وفاتح معاكي، فاهميني؟ طبعا غسلته غسيل حلو كده. يبقى احنا كده إيه خلصنا اللحمه وخلصنا البطاطس على النار، وهنطبخ بقى الرز. وهنعمل برضو ايه شويه مكرونه كده. محمد ابن الله يبارك له قال لي يا ماما نفسي اكل مكرونه مع الاكل. طبعا شايفين يا ولادي الرز ابيض ازاي والميه بيضه ما شاء الله ازاي، ما شاء الله. هنحط بقى حبه الملح وايه ونحطه على النار. جبت بقى الحله اللي هعمل فيها المكرونه، نزلت بقى ايه بمعلقتين زيت كده او 3 معالق زيت.
في الحله، وهقشر توم وانزل بالتوم. طبعا في ناس بتعمل المكرونه ببصل، بس انا لا، بحب اعملها بالثوم بصراحه. طبعا بقى ايه، مسكت كده التوم كده يصفر، مش يتحرق يعني، يصفر كده. ونزلت طبعا ايه ب3 معالق طبعا من الصلصه، اللي هي الصلصه الجاهزه. وطبعا كنت انا فرمه نص الشفشق بتاعت نص شفشق طماطم. ونزلت بقى كده وحطيت طبعا التوابل بتاعتي زي ما انتوا عارفينها، كمون وفلفل اسمر وسبع بهارات وحبه ملح ونقطه سكر. وسبتها طبعا ايه تستوي مع بعضيها. غطي عليها بقى واسيبها لما تتسبك معايا. وبعدين بعد ما تتسبك هنزل طبعا بالمكرونه. طبعا المكرونه انا ما سلقتهاش، المكرونه انا بعملها بعقدها كده زي الرز. طبعا كده ايه عملتها ببعضها كده في الصلصه. وطبعا مش هزودها بقى ميه، هزودها شوربه. لو ما فيش شوربه اسخن ميه، بسخن ميه حبه ميه وبحط فيها مرقه لحمه او مرقه دجاج زي ما انتوا عايزين، وبسيبها تغلى. وبعدين ايه اقوم حطها على المكرونه. طبعا زودت الشوربه هنا كده، وجبت بقى ايه معلقه عشان اعقد يعني الميه بتاعت المكرونه اشوفها زياده ولا قليله. فلقيتها طبعا قليله فزودتها تاني. هسيبها بقى لما تنشف. بعد ما تنشف كده اقوم مقلباها. طبعا ده كان الاكل بتاعنا يا حبايبي، ده البطاطس، ما شايفين المنظر الجميل. وده طبعا المكرونه ما شاء الله. وده كان اللحمه بتاعتنا الحلوه. وطبعا ده الرز. ويا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي.